مساء الخير واحلى مساء الخير عليكم من اسكندريه، وخصوصا من جليم اللي بتعتبر من احلى وارقى مناطق اسكندريه. وحشتوني جدا، وبتحس ان يومي مش بيكمل غير بيكم وبتعليقاتكم اللي بتفرحني. النهارده بقى انا جايه اخدكم جوله في جليم باي، وهفرجكم على جليم باي اللي بتعتبر شبه جزيره، وهي بتكون على شكل لسان داخل جوه الميه، وبعدين طوروه وحولوه لمجمع مطاعم وكافيهات. حاجه كده تحفه. جميل جدا ان احنا نهتم ببلدنا وبالاماكن الحلوه فيها، ونبرز جمالها اكتر واكتر. اهم حاجه ما تنسوش اللايك وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديدنا، وتشوفوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. زي ما انتوا شايفين كده جليم باي هي اللي هناك دي، وعلى شكل لسان داخل جوه الميه. بتكون اطلالة المطاعم والكافيهات هناك بانوراما بتطل على البحر من جميع النواحي، فالقعدة هناك بتكون تحفة جدا. تقدروا تروحوا الصبح بالليل في اي وقت، بتكون ممتعة جدا ومنظر البحر بيبقى تحفة جدا. خلاص احنا كده وصلنا جليم باي. خلونا ننزل ونتفرج بقى على جليم باي من جوه. طبعا في باركنج على يمنا اول ما ندخل، هوريهولكوا برضو. بس قبل ما ابدا خلوني اعرفكم بنفسي. انا شروق، بقدم محتوى عن السياحه والسفر جوه مصر وبره مصر، والفنادق واسعارها واهم مميزاتها وعيوبها. فلو عايزين تسالوا اي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ويلا بينا نبدا. ولو اول مره تروحوا اسكندريه فانا نزلت لكم فيديو مهم جدا عن اهم الاماكن اللي لازم تروحوها. هسيب لكم لينك الفيديو في الوصف، وهسيبه لكم في الاي اللي فوق علشان تشوفوه بعد لما تخلصوا الفيديو ده. وصلنا جليم، شبه جزيره الجمال اللي موجوده في اسكندريه. اول حاجه اول ما بندخل بيبقى على يمنا الباركينج زي ما انتوا شايفين كده. بتكون الساعة بحوالي 60 جنيه أو 40 جنيه، مش فاكرة قوي بس مش كتير، وكل زيادة بتكون حوالي بيزودوا 5 جنيه أو 10 جنيه. أول ما بندخل بيقابلنا في الأول كريدي أجريكو وكارلوس، كافيه كارلوس وكريسبي كريم. طبعا كل الكافيهات والمطاعم اللي موجودة في جليم باي بتبقى اوت دور واندور. انت بقى عايز تقعد اوت دور اندور براحتكم، بس طبعا كل الناس بتفضل ان هي تقعد اوت دور جنب البحر على طول. فدايما بيكون المكان زحمة جدا، وكل الكافيهات والمطاعم هناك دايما بتكون زحمة جدا. يعني نادرا كده لما بتلاقي مكان جنب البحر. علشان تلاقي مكان بقى جنب البحر لازم تروح الصبح بدري. موجود كمان ماء الدهب هناك. هو الوحيد اللي يعتبر فاتح، يعني مش مطعم ولا كافيه، هو الوحيد بس اللي فاتح هناك، لكن كل الأماكن اللي هناك مطاعم وكافيهات. المكان كمان بيفتح من 9 الصبح لغاية 12 بالليل، وممكن في الصيف بيقعدوا ل2 بالليل أو حاجة. المنطقة دي اللي انتوا شايفينها الوقت دي بتقدروا بقى تدخلوا تتصوروا فيها، تاخدوا أحلى صور فيها. شايفين يا جماعة منظر بجد تحفة، يعني القعدة هناك فعلا حلوة قوي. هو صح الأسعار مش رخيصة، بس بجد انتوا بتدفعوا فلوس القعدة الحلوة. فأيا كان المطعم كمان أو الكافيه اللي هتختاروه، فكلها أماكن براندات وكلها حاجات يعني حلوة جدا. احنا كده هنكمل جولتنا في جليم باي. كمان في سلطانة بتاع الايس كريم حلوة قوي. وفي تشيلز طبعا كلكم عارفينه برضو حلو جدا. كمان هناك في مطاعم كتير جدا. خلينا ماشيين ونتفرج مع بعض. تشيلز زي ما انتوا شايفين. بعده هنلاقي كوستا. القعدة حلوة جدا. بجد انت بتقعد بقى تاخد مشروبك على البحر وتفصل، يعني بتحس ان انت في دنيا تانية. انصحكم لما تروحوا كوستا جربوا فرابي بلو بيري حلوة قوي. والمنظر بجد خطير. سان ستيفانو قدامنا زي ما انتوا شايفين كده. دي تاني مرة تقريبا يعني اطلب برضو فرابي بلو بيري حلوة قوي. بجد يا جماعة المكان حلو جدا. خلينا نشوف باقي المطاعم. كارلوس اول ما دخلنا انا وريتهولكم، هو في الاول خالص في الدور التاني هتلاقوا كارلوس.
في كمان مطاعم كتير قوي زي دي لافيجا، وفي كمان سيخ مشوي، وفي نص رغيف، وفي سكالا. في حاجات كتير جدا. في بابلو، طبعا بابلو غني عن التعريف، وزي ما احنا عارفين هو ليه اكتر من فرع. وفروعه كلها مميزة واطلالتها حلوة جدا. يعني فرع برضو ستانلي حلو قوي. كمان عايزة اقول لكم ان معظم المطاعم بتقدم فطار كمان. يعني سيخ مشوي مثلا، ممكن احنا عارفين ان هو مشويات، بس لا، هو فترة الصبح بيقدم فطار حلو جدا. في كمان فيتو، في ذهب، وفي بيبيتو، في كمان كوركوفادو. في حاجات كتير قوي. كل انواع الاكل، يعني مختلف الاذواق، ذوقك اكيد هتلاقيه هناك. في حاجات كتير جدا. نص رغيف كمان انصحكم بيه. جربت هناك المكرونه، طاجن مكرونه بالفراخ المشويه، كان حلو قوي. انصحكم تجربوه. في كمان هناك مجمع مطاعم، منطقه ووتر سايد، دي عباره عن مجموعه مطاعم فيها بتقدم برضو انواع اكل مختلفه. في مطعم زي بروسكس مثلا بيقدم فطير رول او عادي، وحلو وحادق، فاللي ليه في الفطير يجربه هناك، حلو قوي. في كمان مطعم نظمي، وفي كمان اللي ليه في الفرايد تشيكن، في روستر هناك. في مطاعم في مجمع المطاعم ده، في مطاعم كتير وكل الأذواق. تقدروا تقعدوا براحتكم وتطلبوا اللي انتوا عايزينه. فهتلاقوا هناك كل حاجة، حلو حادق، آيس كريم، دوناتس، في جليم باي كل حاجة انتوا عايزينها. فتقدروا تقعدوا تتبسطوا جدا بالقعدة. ده غير ان في جزء منطقة العاب للاطفال كمان بتنفع للكبار، فلو انت رايحة انت واولادك هتتبسطوا جدا. خلينا بقى نطلع الدور التاني وافرجكم المنظر من فوق. بجد تحفة جدا. انتوا لو قعدتوا في اي مكان، سواء الدور الاول، الدور التاني، او على الروف، فاي مكان المنظر بيبقى تحفة جدا. انت في قلب المية حواليك من كل مكان. خلينا نطلع ونشوف المنظر خطير، تحفة. خلينا نكمل ونطلع على الروف. الباركنج تحت اهو زي ما انتوا شايفين، واحنا داخلين شرحت لكم بيكون فين والتذكرة سعرها ايه. شايفين الروف بقى بالطول كده، زي ما احنا مشينا تحت بطول اللي هو اللسان الاخر، برضو فوق الروف برضو كل مطعم فوقه مطاعم برضو دور تاني ودور تالت. مش كل المطاعم اللي في الدور الارضي بيبقى فيها دور تاني وتالت، لا، في مطاعم بتبقى واخدة دور تاني، ومطاعم لا، بيبقى في مطاعم فوقها مختلفة تانية. فالمنظر بجد حلو قوي، من اجمل الاماكن اللي قعدت فيها في اسكندرية. شوفوا بقى، رحت تاني وقت الغروب علشان افرجكم على جليم باي وقت الغروب كمان. سواء رحتوا الصبح او بالليل، بجد القعدة تحفة في اي ميعاد، هتتبسطوا جدا. طبعا زي ما احنا كلنا عارفين، اسكندرية في الشتاء خطيرة. الاجواء حلوة قوي، وبيبقى الجو رايق وحلو، مش زحمة اوفر. هو على طول بصراحة جليم باي دايما مليان ناس، بس عموما اسكندرية بتبقى رايقة اكتر في الشتاء، فبتبقى الاجواء حلوة قوي. طبعا انا فرجتكم برضو بالنهار، لما كنت هناك بالنهار فرجتكم المدخل بيبقى في الاول كريدي اجريكول وكريسبي كريم. دي قعدة كريسبي كريم، القعدة حلوة قوي. وكريسبي كريم طبعا غني عن التعريف، الدوناتس بتاعته حلوة قوي. شايفين المنظر فظيع. سان ستيفانو منور قدامنا اهو، ده المنظر بيبقى قدامك. بجد يا جماعة القعدة حلوة قوي، لازم تجربوه لو رحتوا هناك. منظر رائع، يعني استجمام. عايزة اقول لكم بقى، سواء رحتوا بالنهار او بالليل هتاخدوا احلى صور هناك، المنظر بيبقى حلو جدا. اتبسطوا واعملوا ذكريات حلوة وخدوا صور. وكمان في اماكن تانية كتير لسه عامل لكم فيديوهات عنها. كمان نسيت اقول لكم حاجة، ان في جليم باي في جليم عموما في شاطئ عام وفي شاطئ خاص، اللي حابب ينزل البحر
كمان عايزه اقول لكم ان لسه هنزل فيديوهات عن اهم فنادق اسكندريه، كل المستويات. فاللي عايز يسال اي سؤال يسيب لي تعليقه تحت وانا هرد عليه. وكمان ما تنسوش تتفرجوا على الفيديوهات اللي انا بنزلها عن اهم فنادق الغردقه وشرم الشيخ ودهب، واهم 3 حاجات تعملوها في شرم والغردقه ودهب. فكمان عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ان احنا هنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو عندكم اي كومنت على الفيديو سيبولي تعليقكم تحت وانا برضو هرد عليكم. ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحة والسفر سيبولي تعليقاتكم او اي استفسار. وما تنسوش اهم حاجة تعملوا اللايك والاشتراك علشان يوصلكم كل جديد. وباي باي.